السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين كفتة داود باشا بقى، طريقتها سهلة جدا وسريعة. اقول لكم على المقادير. انا جبت نص كيلو من اللحمة مفرومة، جبت بصلاية اللي هو فرمتها في المفرمة، بس عصرت منها المية. وجبت البهارات ملح وفلفل وقرفة، طبعا اساس كفتة داود باشا، ومعلقة كله ده من معلقة صغيرة اللي هو 7 بهارات. يبقى معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من 7 بهارات. هبتدي اقلب المكونات كده لحد ما يمتزجوا كويس، وابتدي اكور بقى الكفتة. كوروها كويس يعني عشان تبقى ما تفرخش معاكم. ابتدي اكورها كده اكبر من الليمونة بشوية. هكور الكمية دي كلها بنفس الطريقة. زي ما قلت لكم، طريقتها سهلة ومش بتاخد وقت، حتى المقادير بتاعتها بسيطة جدا. اهو كورت الكمية كلها اللي كانت معايا، هحطها في التلاجة بقى تتشمع شوية، عشان لما نيجي نحمرها في طاسة ما تتهريش معانا. جبت طاسة كده وهحط فيها زيت، حط فيها زيت، معلقتين زيت كبار. بعد ما سخنة انزل فيها الكفتة زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. نزلت الكمية كلها، ما اقلبهاش غير لما بقى تاخد، يعني اتأكد ان هي اخدت زي لون بسيط كده من تحت. احنا بنديها زي صدمة كده عشان لما نيجي حتى نحطها في الصلصة ما تتهريش معانا. هبتدي اقلب الكور دي كلها على الوش التاني. اهو زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. طبعا احنا مبهرين الكفتة في الاول، فما حطيناش اي حاجة دلوقتي. هو بتأكد ان كله اخد لون من الوشين بتاعت الكفتة. لازم الخطوة دي عشان ما تتهريش معانا، عشان في صلصة هنعملها فما تتهريش معانا. هبتدي بقى اطلع الكفتة بعد ما اخدت لون. في نفس الطاسة بقى هنكمل بقى المكونات، مش هنجيب اي حاجة تاني، كلها اكلة في طاسة واحدة بس، اللي هو سهلة ومش يعني مش هتاخد معاكم وقت. في نفس الطاسة وفي نفس الزيت اللي احنا حمرنا فيه الكفتة، هبتدي اجيب معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وهبتدي اقلبها كده بحيث ان هي متاخدش لون. نفس حتى البهاريس بتاعة الكفتة نفسها اللي هي نزلت من الكفتة، هنقلبها مع بعض لحد ما تاخدش لون. هننزل بمعلقتين من الصلصة. هتشوفوا معايا دلوقتي معلقتين من الصلصة اللي هي معلبات. لو مش متوفر حطوا صلصة بتاعة البيت، يعني اللي هو هنعصر طماطم في الخلاط بس ما نكترش المية. هبتدي انزل بالطماطم اللي هي معصورة. نحط كوباية برضو من المية السخنة، بس هي متصوردش. نحط كوباية من المية السخنة معاها. نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الكفتة هنحطها هي، ملح ملح وفلفل وبابريكا. هنزود البابريكا وهنحط معلقة من السكر صغيرة عشان الحدية بتاعة الصلصة، و7 بهارات. نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الكفتة، بس زودنا عليها البابريكا والسكر بس. هبتدي اقلب المكونات كويس كده. ابتدي بقى زي ادي غلوتين للصلصة بحيث ان هي تسبك كده، ما يكونش فيها اي طماطم، اي مية كتير.
زي ما قلت لكم لما تيجوا حتى ممكن تبشروها الطماطم عشان ما مش عاوزين نخلي ميه خالص. هبتدي اقلبهم، هي يعتبر الميه كمان ما كانش كتير فيها. هي بعد ما غلت هننزل فيها بقى، هننزل فيها بالكفتة. تاخد غلوتين معاها بالظبط، يعني كام غلوة كده نتأكد حتى ان الكفتة استوت معاها، وبعد كده هنطلعها. يا جماعة حطوا لايكات للفيديو، يعني بتعب والله فيها التصوير وكل حاجة والمونتاج. هي بعد ما طلعت الكفتة غرفناها في طبق كبير. ولو حابين صلصة زودوا صلصة تانية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة